من اكتر المنتجات اللي جالي عليها منشن نجربها، وفي نفس الوقت انا متحمس جدا نشوفها عامله ازاي، هو المنتج اللي قدامكم ده. وهو باختصار عباره عن بروجيكتور بتوجهه على الحيطه بتاعت الاوضه بتاعتك ويحولها بقى لمناظر طبيعيه وخلابه زي ما انتم شايفين كده. بصراحه الحماس عندي مليار، وعايز اعرف بقى الكلام ده فعلا صح ولا مجرد اعلان، فتحمسوا معايا ويلا بينا. ولما طلبت وصلني بالشكل ده، وهي دي كده الحاجات اللي جايه معاه بكل بساطه. اول حاجه ده الجهاز الرئيسي وبيجي بالشكل ده، ودي وصله الشاحن بتاعته، واخر حاجه الريموت. وبالنسبه للجهاز نقدر نتحكم فيه بالشكل ده، وفي نفس الوقت نقدر نوصل فيه يو اس بي وواصله كمان للاتش دي. اما بقى بالنسبه للفتحه دي فدي بتاعت السماعه، والمفروض بكل بساطه نوصل فيه الفيشه دي في المكان ده. ودلوقتي هبدا اوصله في الكهرباء، واول ما اوصله في الكهرباء هنلاحظ ان في لمبه حمراء بتنور بالشكل ده، معنى كده ان هو شغال. وتعالوا بقى دلوقتي نطفي النور ونوجهه على الحيطه ونشوف النتيجه عامله ازاي. وعلشان نشغله لازم نضغط على زرار الباور ده، وطبعا باستخدام الريموت نقدر نتحكم في كل حاجه. ودلوقتي بقى احنا ضلمنا النور، وتعالوا نقول بسم الله ونشغل. وزي ما انتم شايفين كده هو شغال بنظام الاندرويد، وطبعا بقدر اتحكم كده عن طريق الريموت. وفي البدايه احنا عايزين نعمل كونكت بالواي فاي، فهنيجي عند الاعدادات وندوس، وهنيجي عند علامه النتورك ونبدا نعمل كونكت بالشبكه اللي احنا عايزينها. وبرضه نقدر نعمل كونكت عن طريق البلوتوث، ودي بقى اللغه لو احنا عايزين نغيرها. كل دي لغات، وهتلاقي برضه من ضمنها اللغه العربيه. اما دي بقى الاعدادات بتاعت الشاشه، هنخش عليها كده ونقدر بقى نكبر ونصغر براحتنا. واول حاجه ديت بتعكس الشاشه من فوق لتحت زي ما انتم شايفين كده، اتعكست وبنرجعها تاني. اما دي بقى بتاعت الزوم، نقدر نكبر ونقدر نصغر زي ما احنا عايزين بقى ونرجع تاني. وبالنسبه لامكانيات الجهاز فالرامات 1 جيجا والذاكره الداخليه 8 جيجا، ودي كل التطبيقات اللي موجوده عليه. وبرضه نقدر نثبت عن طريق جوجل بلاي، وعن طريق الفايلز ديت تقدر توصل الجهاز بفلاشه، ولو الفلاشه دي مثلا عليها افلام او صور او اي حاجه تقدر تشغلها. هتدوس اوكي كده ويبدا يظهر لك كل حاجه على الفلاشه، سواء صوت او فيديو او صوره. وطبعا عشان انا مش حاطط حاجه فهيظهر لك فارغه. واخر حاجه بالنسبه لوصله الاتش دي ام اي، لو انت مثلا عندك بلاي ستيشن تقدر توصله بيه. فخلونا دلوقتي نكتفي باليوتيوب ونبدا نشغل عليه. وزي ما انتم شايفين كده اليوتيوب فتح بكل بساطه. هنبدا دلوقتي نسرش على اي حاجه احنا عايزين نشغلها، مثلا بقى اشكال طبيعيه او افلام او فيديوهات، اي حاجه احنا عايزينها. وانا مثلا هجيب اشكال طبيعيه، وزي ما انتم شايفين كده ظهر لنا كل الاشكال اللي انتم شايفينها دي. خلونا مثلا نجرب حاجه زي كده. بسم الله. وعايز اقول لكم كمان ان البروجيكتور فيه سماعه، بس انا فاصلها عشان الاعلانات. وهحاول كمان اخلي الجوده 4K عشان تكون كويسه. مفيش الا 1080، خلاص خليها 1080 بس، هو اقصى حاجه فيه 1080. تمام، هنبدا نشغل بقى دلوقتي. هو ايه ده مش راضي يشغل ليه؟ في حاجه انا مش عارف ايه هي. بسم الله. وزي ما انتم شايفين كده بعد اكتر من محاوله ان انا اشغل اي حاجه من على اليوتيوب بيجيب لي المشكله اللي قدامكم دي. اي نعم الاعلان بيشتغل بكل حاجه، لكن اول ما الفيديو يجي يفتح يجيب لي المشكله اللي انتم شايفينها ديت. فبصراحه يئست جدا، عمال اطفي البروجيكتور واشغله تاني. فالحل الاخير ان انا اوصل البروجيكتور بالتليفون واشوف ايه اللي هيحصل. وممكن برضه نجرب فيديو تاني يمكن ينجح، مع انه شغال زي الفل، بس مش عارف ايه المشكله. وزي ما انتم شايفين كده بيطول جدا وما فتحش اي حاجه. نرجع تاني نفتح فيديو غيره. بصوا فتح الاعلان وكله تمام، عايزين بقى يفتح الفيديو. يعني المفروض ان هو شغال تمام، مش عارف بقى ايه مشكله الفيديو معاه كده. بقى المفروض يشغل الفيديو اهو بيحمل، المفروض يفتح بقى، وبرضه ما بيفتحش حاجه. طب نجيب اي فيديو تاني. طيب انا مش عارف اعمل ايه بصراحه. يمكن الفيديوهات دي مثلا فيها مشكله، فنحاول نشغل مثلا اي حاجه، اي فيديو مثلا، اي فيديو. خلينا نشوف مثلا الفيديو دوت. بصوا جاب المشكله على طول. فكده خلاص انتهت حلول الارض. فانا دلوقتي هوصل التليفون بالبروجيكتور ونشوف ايه النتيجه. برضه حاولت افتح نتفليكس نفس النظام، بيقول لي بقى فشل، يعني اصلا ما بيدينيش اصلا تسجيل دخول ولا اي حاجه، بيقول لي سوري مش عارف ايه. طيب ودلوقتي هبدا اوصل البروجيكتور بالتليفون. هنيجي عند الابلكيشنز ونروح عند كويك شير ونفتح، وهبدا دلوقتي اوصله بالتليفون. ودلوقتي انا وصلته بالتليفون وخلونا نجرب. بسم الله. كده انا شغلت فيديو عشوائي وهيبدا يفتح. ايه ده ما فتحش ليه؟ طب نجرب تاني. يا ساتر يا رب، نضحك عليا ولا ايه يا جدعان؟ بسم الله، ان شاء الله ينجح المره دي ونبدا نشغل. هو في ايه؟ طيب هنطفيه بقى ونشغله تاني وربنا يستر يعني. طيب ودلوقتي انا ربطت التليفون بالبروجيكتور وهبدا افتح مثلا اليوتيوب، وزي ما انتم شايفين كده الفيديوهات بتشتغل بكل بساطه ومفيش اي مشكله خالص. هبدا بقى دلوقتي اشغل مناظر طبيعيه ونشوف برضو هيبقى عامل ازاي. وزي ما انتم شايفين كده هو ده المنظر الطبيعي اللي احنا كنا مستنيينه، اشتغل الحمد لله. بس بصراحه شايفه يعني مش نفس الفيديو، هي مجرد عادي شاشه معروضه على الحيطه، يعني ما فيهاش اي ابداع ولا اي اندهاش، حاجه عاديه جدا يعني.
حتى الجوده يعني برضو مش احسن حاجه قوي، بس بصراحه يعني شغاله. نجرب حاجه تاني. ماشي حلو ده مثلا، زي ما انتم شايفين كده، هو ده كده المنظر الطبيعي اللي احنا شفناه. بص هي بصراحه تديك ايحاء كده اكنك قاعد في سينما، واجواء شتويه كده وحلوه بصراحه. زي ما انتم شايفين كده، هو ده المنظر الطبيعي اللي احنا كنا مستنيينه. طبعا مش عارف ايه المشكله بقى لما بفتح اليوتيوب ونتفليكس والكلام ده كله، ممكن يكون في نوع افضل من كده، بصراحه مش عارف. وفي نهايه الفيديو، بغض النظر عن ان الجهاز طلع عينه وما شغلش حتى فيديو على اليوتيوب ولا حتى فتح نتفليكس، فهو باختصار عباره عن بروجيكتور عادي جدا زي اللي بنشوفه في المدرسه او بنشوفه في الجامعه. حاجه عاديه مش واو يعني ولا اي حاجه خالص. اي نعم بيديك اجواء سينمائيه كده واكنك قاعد في سينما، بس بصراحه مش حاجه واو يعني. بروجيكتور عادي جدا بيعرض لك الصوره اللي انت عايز تعرضها سواء على الحيطه او اي مكان انت عايز تعرضه، مش اكتر من كده. عامه بالنسبه للسعر 3500 جنيه اللي هم حوالي 66 دولار. انتوا بقى اكتبوا لي في التعليقات، هل انتوا شايفين هو يستاهل السعر ده ولا كده كتير؟ وبكده كنت الفيديو بتاعنا، اشوفكم في فيديو جديد، بس انا زعلان. سلام.